السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مان تو مان 1907. النهاردة وبعد ما اليوتيوب حذف حلقة امبارح واللي كنا بنتكلم فيها بشكل يعني مختصر عن اخر مباريات النادي الاهلي في الدوري الممتاز قبل طبعا السفر لجنوب افريقيا لملاقاة نادي ماميلودي الصن داونز الجنوب افريقي في طبعا مباراة هتكون مباراة مصيرية من دور المجموعات الخاص طبعا بدوري ابطال افريقيا الموسم الحالي. وبعض الاخطاء اللي احنا اتكلمنا عنها او اللي احنا ذكرناها في الحالات اللي قلناها لحضراتكم في الحلقة، ولكن في النهاية تم حذف الحلقة بالكامل طبعا بسبب بما يقولون عنه يعني ان هو انتهاك لحقوق النشر والطبع. وبالتالي احنا طبعا اضطرينا ان احنا الحلقة ما بقتش موجودة، فهنعمل حلقة سريعا كده النهاردة، ولكن هيكون ما فيهاش فنيات كتير. هتكون عبارة عن رسالة، بس هي عبارة عن رسالة للاعبين، لكل من هو اهلاوي موجود في جنوب افريقيا وهيكون ليه دور في مساعدة ودعم الفريق، فريق الكورة في النادي الاهلي. كل ده هنشوفه ان شاء الله في حلقة النهاردة مع بعض. مباراة بكرة هي الأصعب طبعا على الإطلاق بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وبالنسبة للاعبي النادي الأهلي، وبالنسبة للاعبي النادي الأهلي فهم اللي خلوها الأصعب على الفريق طبعا وعلى النادي بشكل عام طبعا، لأن هم بعد تعادل مخيب للأمال أمام صن داونز على استاد الأهلي والسلام، وبرضو كان هزيمة يعني غريبة الشكل والمنطق من فريق ضعيف زي الهلال السوداني. كل ده طبعا ادى يعني دفعة يعني سيئة من الناحية المعنوية ومن الناحية اللي هي بتخص طموحات وامال طبعا جماهير النادي الاهلي، اللي هي بتدعم الفريق دايما واللي هي بتخلي الفريق دايما في حالة يعني قوية جدا من حيث الدعم والمؤازرة للفريق. ولكن طبعا اصابوهم طبعا بخيبة امل كبيرة جدا مع طبعا اللي حصل في السودان في مودرمان. ولكن في النهاية الموضوع ما بيوقفش عند هنا، لكن هي مباراة وانتهت. وطبعا احنا زي ما ذكرنا ليكم من قبل كده ان الاهلي لازم ياخد اخر 4 مباريات في دور المجموعات كمباريات كؤوس، ما ينفعش فيها الخسارة، غير مسموح بأي نتيجة سوى الفوز. وفي الناحية التانية صن داونز الجنوب افريقي طبعا هيستعيد خدمات بعض اللاعبين اللي ما كانوش متواجدين في رحلته طبعا للقاهرة في مباراة الذهاب، مباراة الاهلي والسلام، لكن هيستعيد طبعا خدمات اللاعب ابو بكر ناصر، هيستعيد خدمات المهاجم السلوفاكي اللاعب بافل سافرانكو، هيستعيد خدمات بعض من اللاعبين اللي ما كانوش موجودين في المباراة الماضية اللي طبعا تعادل فيها صن داونز مع النادي الاهلي بنتيجة 2-2. ولكن طبعا الفريق عنده حافز كبير جدا لتحقيق الفوز طبعا على النادي الاهلي، خصوصا ان هو ادارة النادي فتحت طبعا المدرجات للفريق لجمهور الفريق طبعا لحضور المباريات في دوري ابطال افريقيا مجانا طبعا من ساعة طبعا مباراة الهلال امام صن داونز في الدور الاول، زائد ان هي كانت كمان اول مباراة في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. النهارده بيتكرر نفس الوضع طبعا بان هم بيقدموا التذاكر مجانيه لجمهور فريق صن داونز، ودي طبعا لتحفيز الفريق الاصفر على ان هو ينتصر وان هو يحقق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي. لكن اصبحت طبعا حسابات المجموعه صعبه جدا من خلال فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني في المباراة الماضية 7-3 حققوا الفوز. ولكن حتى الآن الأهلي عنده 4 نقط، الهلال أصبح عنده 9 نقط، وصن داونز عنده 7 نقط. هتكون مباراة مصيرية إن نجح النادي الأهلي طبعا والأهلي يقدر إن هو يعمل كده، إن هو يفوز على نادي صن داونز في بريتوريا
هيكون اشعل البطولة بشكل عام والمجموعة بشكل خاص، خصوصا انه ساعتها الاهلي هيوصل ل7 نقط وهيكون صن داونز 7 نقط، فبالتالي هيلعب وهيأدي اقصى ما لديه من القوة طبعا في مباراته امام الهلال السوداني في ام درمان. هيكون الفريق على اقوى طبعا استعدادات، هيحارب وهيكون يعني هتكون مباراة يعني بالنسبة له قتالية من الدرجة الاولى علشان خاطر يقدر ان هو يحقق الانتصار، لانه في الوقت ده هيكون مربوط طبعا بان هو يلعب بدون اي تهاون او تراخي، لانه كده هيكون ممكن يفقد المركز اللي هيكون مؤهل للصعود في الوقت ده. فحالة النادي الاهلي وقتها هتصعب برضو المهمة على الهلال السوداني في الوقت ده في مباراته امام النادي الاهلي في القاهرة، ولكن الوضع كله بيعود للاعبي النادي الاهلي، اللاعبين اللي المفروض ان هم يكونوا عارفين ومقدرين جدا ايه هو النادي الاهلي، ويعني ايه انت بتلعب باسم وتاريخ نادي بحجم الاهلي، يعني ايه انت بتلبس تيشيرت عليه شعار نادي بحجم الاهلي. انت يعني لازم تكون واثق بانك انت بتنزل كل اللي عليك انك تأدي كل المجهود اللي عندك وكل التركيز اللي عندك يكون في خلال 90 دقيقة متواجد وحاضر، لانك بتلعب باسم اكبر نادي في افريقيا. فكل دي طبعا المفروض حاجات بديهية لاعيبة النادي الاهلي، جهاز الفني للنادي الاهلي الكل يكون عارف الكلام ده، فبالتالي تقدر انك تحقق اقصى نتيجة ايجابية تقدر تحققها في اي مكان سواء خارج الديار او داخل الديار. في النهاية انت مطلوب منك التركيز لانك بتلعب باسم كبير جدا، المفروض انك تكون مقدره ومقدر كل التاريخ اللي بتلعب باسمه. برضو يكون مطلوب منك القتال في الملعب على الفوز، مطلوب التركيز طبعا بقى على درجاته. الرسالة اللي حابب اوجهها سريعا هي من واحد من جمهور النادي الاهلي بيتكلم عن بعض الغلطات اللي طلع وشاور عليها قبل كده من كاس العالم للأندية اللي فات واحنا بنتكلم عليها. واحد من الجمهور بيحاول يوصل رسالة بسيطة جدا لفريق الكورة في النادي الاهلي، انه لازم يكون في هدوء ولازم يكون في يعني مع الهدوء ده يكون في عاصفة قتالية على انك انت تقدر انك تحقق النتيجة الايجابية اللي انت طالع عشانها. مفيش خيارات تانية غير كده، تحقق كل حاجة انت مطلوب منك تحقيقها. في كل مباراة لازم تخلق لنفسك دوافع، حتى وان كانت الدوافع بتقل فانت قادر انك تخلقها من جديد. انت بتلعب باكبر اسم في افريقيا واسم مصنف على مستوى العالم، زائد كمان انه ببساطة شديدة جدا انا عايز اقول انه لازم يكون في بعض الامور الفنية اللي لازم يكون فيها تظبيط، او اقل ما يقال عنها انه هو يكون يعني معالجة لبعض الاخطاء اللي المفروض انها تنتهي من فريق بحجم النادي الاهلي. وهي طبعا اخطاء زي عدم تركيز حارس المرمى محمد الشناوي، المفروض ان هو قائد الفريق والمفروض ان هو اللي بيوجه خط الدفاع، ولازم طبعا الشناوي يركز. الشناوي ليس في افضل حالاته، والمفروض ان الشناوي هو افضل لاعب داخل قارة افريقيا وليس افضل حارس مرمى فقط يعني. فبالتالي لازم يكون اللاعب مركز، زائد كمان ان خط الدفاع لازم يكون في ما بينهم وبين بعض ترابط، ولازم يكون خط الدفاع متفاهم، لازم يكون الفريق في وضع دفاعي منظم، لان ده ما بيحصلش كتير. بالاضافة كمان للاعبي خط الوسط اللي المفروض ان هم يعملوا الكثافة العددية في الحالات الدفاعية طبعا مع خط الدفاع، بالاضافة للأظهرة، أظهرة النادي الاهلي اليمين والشمال، زائد كمان لاعبي خط الوسط الهجومي او قلب الدفاع او قلب الهجوم في امام خط الوسط طبعا، سواء كان شريف او شادي ايا كان مين اللي هيكون موجود. لازم الكل يلعب بقتالية، لازم الكل يكون موجود على قلب رجل واحد. احنا جايين نحقق الانتصار، مش اقل من كده، ولا حتى التعادل ممكن يرضينا. في النهاية لازم يكون عندك شراسة هجومية، لازم تلعب على انك تحقق ال3 نقط، ولازم يكون عندك القوة والدافع لانك تعمل ده.
دي كانت رسالتنا النهارده طبعا للاعبي فريق النادي المتواجدين حاليا في جنوب افريقيا. احنا لازم نكون على مستوى المنافسه وعلى مستوى القوه ان احنا نواجه اي فريق ونهزمه، ولازم كمان نستغل الفرص اللي بتتاح لنا لانها ممكن ما تتاحش مرة تانية. كل دي هي النقط اللي حبيت النهاردة انها توصل من الجمهور للفريق، واتمنى انها توصل. بس كده، ده كان كل اللي معانا النهاردة. شكرا جدا ليكم على حسن الاستماع، وانتظرونا ان شاء الله بعد المباراة في حلقة جديدة من مان تو مان 1907. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.